الأهلي يكثف جهوده لحسم صفقة محمد الأمير رمضاوي. يكثف مسؤولي الأهلي جهودهما خلال الأيام الحالية لحسم صفقة الجزائري محمد الأمير رمضاوي لاعب نادي برادو الجزائري، بعدما نال اللاعب قناعة مسؤولي الأهلي حيث يمتلك قدرات فنية عالية، كما أنه صغير السن 21 عاما وسيكون قادرا على اللعب مع الفريق لعدة سنوات. وقالت تقارير جزائرية أن الأهلي قدم عرضا رسميا لضم محمد الأمير رمضاوي خلال الصيف الجاري، وذكرت الإذاعة الجزائرية أن عرض الأهلي لضم محمد الأمير رمضاوي يصل إلى 1.5 مليون يورو. الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميا بإعفائه من منصب المدير الرياضي. كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ أبلغ محمد يوسف برغبة النادي في إلغاء منصب المدير الرياضي في الفترة المقبلة، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون هناك تنسيقا بين وائل جمعة مدير الكرة الجديد للفريق الأول وسيد عبد الحفيظ بصفته أيضا نائبا للمشرف العام على الفريق. أثار الإعلامي أبو المعاطي زكي حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء بعد حديثه عن كواليس العروض المغرية التي تلقاها نجم النادي الأهلي حسين الشحات وموقف الإدارة واللاعب من البقاء أو الرحيل. وكشف أبو المعاطي زكي أن حسين الشحات تلقى في الفترة الأخيرة عروضا شفهية ورسمية جادة من أندية خليجية تحديدا من الدوري السعودي والإماراتي بمبالغ مالية ضخمة جدا تفوق ما يتقاضاه مع الأهلي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية وداعه للفريق. أوضح أبو المعاطي زكي أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تتمسك بشدة باستمرار اللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، ولذلك قدمت الإدارة ترضية مالية عبر تعديل بعض البنود في عقده لتعويضه ماليا وتقديره بالشكل الذي يناسب نجوميته وحجم عطائه للفريق. وأوضح أبو المعاطي زكي أن حسين الشحات يمنح الأولوية دائما للاستمرار داخل جدران النادي، شريطة أن يكون هناك تقدير مالي يتناسب مع العروض الخارجية التي رفضها سابقا من أجل قميص النادي. وأشار أبو المعاطي زكي إلى أن اللاعب حسين الشحات قام بالتوجه إلى النادي الأهلي وقام بجمع متعلقاته الخاصة والتقاط الصور التذكارية مع عمال وموظفين النادي، بما يوحي أنها رسالة وداع للنادي. أحمد نبيل كوكا يرفض الرحيل عن الأهلي. رفض لاعب وسط النادي الأهلي الشاب أحمد نبيل كوكا مناقشة عروض الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية، حيث تلقى اللاعب عدة اتصالات واستفسارات لبحث إمكانية احترافه، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه الكامل بالبقاء داخل صفوف النادي الأهلي والتركيز في إثبات نفسه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، مستندا إلى دعم الجهاز الفني له. شهدت الساعات الأخيرة ظهورا هاما لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب لمتابعة عدد من الملفات العاجلة، حيث يتدخل الخطيب بشكل مباشر لحسم ملفات التجديد والصفقات الصيفية الجديدة وتوفير الاستقرار المالي والإداري لفريق الكرة لتفادي أي هزات في المرحلة المقبلة. شروط الركراكي لتدريب الأهلي. فتح مسؤول النادي الأهلي باب التفاوض الجاد مع وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي السابق لإقناعه بتولي قيادة الفريق الكرة الأول في الموسم المقبل، بعدما تم الاستقرار على إقالة الدنماركي يستروب. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات مع الركراكي يقودها محمود الخطيب رئيس النادي ومعه سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، حيث يحظى المدرب المغربي بقبول وتأييد شديدين داخل القلعة الحمراء، وهناك إجماع على قدرته على النجاح مع الفريق والعودة لحصد البطولات. وأضاف المصدر أن الركراكي طلب مهلة للرد على مسؤولي الأهلي بعدما وضع بعض الشروط التي يدرسها النادي في الوقت الحالي، ومنها الحصول على راتب شهري قدره 200 ألف دولار والعمل مع جهاز فني أجنبي بالكامل يختاره هو بنفسه، فيما رحب المدرب المغربي بتولي وائل جمعة منصب مدير الكرة، لا سيما في ظل العلاقة القوية التي تجمعهما بعيدا عن الملاعب. وكشف أن الأهلي يدرس في الوقت الحالي شروط وليد الركراكي في حالة التوصل لاتفاق بشأن الخطوط العريضة، سيكون مدربا للأهلي في الموسم المقبل.